يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. اخلعنا عليك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ظاهر الآية ولا الآية باطن؟ ظاهر الآية أنك جئت إلى أرض مقدسة، هذه الأرض قدست لأن فيها شجرة، هذه الشجرة كان فيها نور من أنوار الله سبحانه وتعالى، بالظاهر هي نار ولكن كانت نارا بيضاء كما في الرواية. رآها موسى في المكان الذي يتحدث الله بصوت، خلق ذلك الصوت بأمواج الهواء يتحدث مع موسى. يا موسى اخلعنا عليك، على رواية بظاهر التفسير أنه خلع عليه. وبعض المفسرين يقولون بأنه كان يحمل نعالا من جلد حيوان ميت. طبعا هذا الكلام احنا ما نقبله، ولكن لما يسأل السائل من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما معنى قوله تعالى فاخلعنا عليك، قال فاخلعنا عليك أي نعلي الخوف من عندك، خوفا، أول خوف على أهلنا، لا تخاف على أهلك، هم في ذمة الله سبحانه وتعالى. الشياه، الأهل، ولادة زوجتك، الجوع، البرد، كل هذا الله سبحانه وتعالى يحتويها في قضية صغيرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا تخف على أهلك وأنت في أمان الله، اخلعنا عليك. هذا واحد. الثاني اخلع خوفك من فرعون، لا تخاف بل اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا الطاغية صار فرعون تفرعن، انت روح إلى فرعون انصحه، اتكلم وياه. الله أكبر.